السلام عليكم. طيبة من سلامك ان شاء الله. كيف حالك؟ طيب ايش اخبارك يا ام عبد الله؟ طيب ايش اخبارك؟ مبسوطة؟ الله يعطيك العافية. أول شيء الحمد لله على سلامتك. وفي الحقيقة إنك سلامتك هذه تسوى الدنيا وما فيها عندي أنا بالنسبة لي كأبو عيالك. وبالنسبة ما دام إن فيه ناس يصورون مقاطع فيديو ف أنتهز هالفرصة وأقول ردا على أشخاص نشروا مقاطع عن الأم وأنهم 44 وأنها أم النكد وأنهم الطلعات وأنهم التماشي وأم المصايب. أنا أقول لا والله، أنت أم عيالي، وأنت أنت أم الصبر اللي صبرت علينا 36 سنة تقريبا. الحمد لله رب العالمين. أنت إنسانة صبرتي، وأنت أم الخير، وأنت أم أولادي، وأنت أبدا لا يمكن نستغني عنك. وهذا رد قاسي على كل شخص يتهم المرأة السعودية بأنها أم النكد وأم المشاكل، وهي أم عيالها، وهي اللي صبرت على غثاء وعلى كل شيء. عموما أنا شاعر، والشاعر دائما لازم أنه يكون محضر له بيتين كذا، فأنا حضرت لك بيتين يا أم عبد الله. أول شيء في الهدية هذه ما تقدر بثمن، ولو أعطيك زيها 20 مرة والله ما أوفيك في حقك. شفت لا؟ فبالنسبة الهدية هذه أنا أعتبرها هدية متواضعة. وفي القصيدة قلت لا والله سلامتك يا عزوتي يا راس مالي، سلامتك من الضيم يا الأسمرية، لا والله أنت أم الصبر وأم الخير يا غناتي، يا منبع الإحسان يا نجودية، مثلك يوضع تاج على الراس يا حياتي، ومثلك يستاهل الطيب والمقدرية. لو الضيم يشرع عنك والله لاشريه من حر مالي، واشيل الوجع عنك له مثل كبر المملكة والفيصلية. وسلامتك. الشاعر سليمان الأسمري. السلام عليكم.